السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. سريعا كده ندي شوية نصايح لأي حد عنده ضغط عالي. أول حاجة لازم يوصل للوزن اللي المفروض يكون عليه من خلال الرياضة وتظبيط الأكل. 2، الملح لازم يقلل الملح بتاعه، عشان زي ما قلنا الصوديوم، وفهمنا المرة اللي فاتت الصوديوم ده هيعمل ايه في ضغط الدم؟ بيسحب معاه مية، فبالتالي هيعلي أو هيزود حجم الدم فيعلي الضغط. ازاي بقى احاول اظبط الملح بتاعي؟ ان انا ما استخدمش ملح لوحدي. يعني ايه؟ يعني مثلا في حله الرز او الخضار اللي بيتعمل في البيت بيتعمل مثلا ل4 أو 5 افراد. انا لما اخد كميه اللي هتكفيني انا منها رز او الخضار مفيش مشكله، لان انا ما خدتش ملح زياده، هو كده كده ملح مظبوط على الكميه كلها. لكن ما استخدمش بقى ملح لوحدي، ما اخدش طبق السوتيه بتاعي مثلا واروح مزود عليه ملح، لا، زود عليه ليمون، بلاش ملح. باكل مثلا البيض مسلوق، عارف انت الحركه بتاعت الملح والفلفل الاسمر والتغميسه اللي بتحصل دي مع البيض المسلوق دي بلاش. ليه؟ لانها هتديك كميه ملح كبيره، بالتالي هتعلي الضغط. السكر بتاعي طبعا لاسباب كتيره جدا ان انا احاول ما يكونش كتير، او يفضل ان انا امنع السكر الابيض خالص. اهتم بايه كمان؟ اهتم بالاوميجا 3 اللي هي بتيجي منين؟ بتيجي من الاسماك الدهنيه، سلمون، سردين، ماكريل. بس طبعا صعب ان انا ادخل مرتين في الاسبوع حاجه من الثلاثه دي. مش صعب ماديا، حتى لو انت قادر انت مش هيجي لك نفس ان انت تاكلهم مرتين كل اسبوع. فاللي بيحصل ايه؟ ان احنا بنجيب الاوميجا 3. في حاجه مهمه قوي هقول لك عليها في الاوميجا 3، لما تيجي تشتريها بص على حاجه اسمها الاي بي اي والدي اتش اي. الاثنين دول مجموعهم لازم يكون 500 فيما فوق، اقل من كده ما تشتريهاش وشوف منتج تاني. ده بالنسبه للاوميجا 3. ايه كمان بهتم بيه؟ بهتم بالاكل اللي هو غني بالبوتاسيوم. قلنا المره اللي فاتت، قلنا مثلا في الفاكهه زي الموز، زي الكيوي، العنب، الشمام، الحاجات اللي بتكون غنيه بالبوتاسيوم في الفواكه. في الخضار عندي البطاطا والبطاطس والبروكلي والسبانخ والجرجير، برضو من ضمن الحاجات اللي البوتاسيوم فيها عالي. وزي ما قلنا الطماطم، دي حاجات فيها بوتاسيوم عالي، اهتم بيها عشان البوتاسيوم هيساعدني ان انا اخرج الصوديوم من الجسم اللي هيتسبب في ان الضغط يعلى. عندي طبعا المياه الغازيه، اي مياه غازيه بيكون فيها الصوديوم عالي. طبعا هو كل اللي بيتكلم على المياه الغازيه عشان بيقول لك انت عارف فيها كميه سكر قد ايه، فيقوم واحد يقول له طب خلاص انا اخدها ايه دايت. انا مشكلتي معاها في السكر وفي الصوديوم العالي. هتقول لي اخدها دايت، هقول لك برضو بيكون فيها كميه الصوديوم عاليه. مهم جدا كمان ان انا اخد مالتي فيتامين، بس وانا باخد المالتي فيتامين اخد بالي من حاجه، ما تكونش فيه ماده الجينسينج. ليه؟ لان هي هتعلي الضغط. لو انا بلعب رياضه، او يا ريت تكون بتلعب رياضه، يعني لازم اخد بالي ان انا لو الضغط بتاعي مش مظبوط يبقى انا مش هتمرن. الضغط بتاعي تمام الحمد لله وهتمرن، يبقى انا ببدا التمرين تدريجي. والنقطه المهمه قوي ان انا وانا بنهي التمرين يكون برضو بالتدريج عشان خاطر ضغط الدم. بلاش الجبن الصفراء عشان نسبة الدهون فيها بتكون عالية، وبلاش الجبن اللي زي الجبنة الرومي عشان خاطر الملح فيها بيكون عالي. يعني نقلل قوي من الحاجات دي، مش بقولك امنع نفسك خالص واحرم نفسك يعني، بس نقلل خالص من الحاجات دي. لازم تبقى فاهم ان انت بالتغذية السليمة بتاعتك هتقدر تقلل الجرعات بتاعة الدواء بتاعك. وطبعا في النهاية لازم ان احنا نبقى واخدين بالنا من متابعة قياس الضغط. يا رب تكونوا استفدتوا، ونتمنى الصحة للجميع، واشوفكم على خير يا رب.